هنتكلم النهارده عن موضوع مهم جدا، وهو موضوع العربيات الريف والاي باور والعربيات الاي في اللي هي الكهرباء. ايه الفرق ما بين الثلاث عربيات؟ اول حاجه منظومه الريف اللي حضرتك لازم تكون مذاكرها كويس جدا، هي ان العربيه بيبقى فيها مكان للبنزين ومكان لشحن الكهرباء مع موتور بيقوم بعمليه الجنريتور يولد الطاقه للبطاريه اللي موجوده في العربيه من خلال البنزين او من خلال الشحن اللي انت هتشحنه في العربيه. دي منظومه الريف، وهرجع اقول لك انا ليه بتكلم في النقطه دي. نقطه الاي باور هي نفس فكره الريف، بس مفيش يونت اللي انت تقدر تشحن منها الكهرباء بتاعه العربيه، بس برضو في موتور بنزين هو الجنريتور اللي بيولد الطاقه للبطاريه علشان يخلي العربيه تمشي. الاتنين دول بأقل نسبة استهلاك للبنزين. يعني أنا جربت العربية النيسان الإي باور، عملت معايا 3 لتر ونص لكل 100 كيلو، وده كان بالنسبة لي كيلومتر ما عملتلوش عربية بعد قبل كده في العربيات اللي أنا جربتها. فدي نقطة مهمة جدا اللي أنت لازم تعرفها. فكرة الإلكتريك ما بيبقاش فيه بقى بنزين، بتبقى العربية كهرباء بس. فكرة العربيات الكهرباء مختلفة تماما عن فكرة الريف، ومختلفة تماما عن فكرة الإي باور، لأن العربية الكهرباء أنا عارف إن في كتير من حضراتكم عنده هلع أو هزع من موضوع العربيات الكهرباء، إن هو مقلق إن هو يشتري عربية كهرباء. العربيات الكهرباء لو أنت بجد مش مذاكر البنية التحتية بتاعتك للعربية، أنا معاك اللي أنت ممكن تبقى مقلق منها. فأنت بالتالي اللي هيحل مشكلة القلق عندك دي يا إما الإي باور يا إما العربيات الريف.